بخافوا الرجال من المرأة القوية، من المرأة الناجحة، من المرأة الستيبل، مخيفة بالنسبة لهم فبيبعدوا عنها، وبالتالي أنا بحس إنه هذا جزء من وحدتها. 100% عم تحكيها، لأنه الرجال بحب دايما يكون هو. نحن عنا كمان بالوطن العربي، مش بس بالوطن العربي، بس نحن هون كمان أكتر، لأنه إذا بدك العقلية الكالتشر تبعهم غير. يعني دايما الرجال هو اللي كلمته، مش معناتها المرأة ممنوع تشتغل، بس بمحل معين بس المرأة تقوى. الرجال بحس حاله يمكن بمحلات معين أضعف منه، وهذا الشيء بيأذيله الإيجو تبعه. يمكن كرمال هيك. يمكن من هون بدنا نقول دعوة إلى كل الرجال، لا تخافوا من المرأة القوية، شاركوها. 100%. الراجل بيخاف من المرأة الناجحة القوية. ماشي. الجملة دي ابتدينا نسمعها كتير جدا الفترة اللي فاتت، بقينا نسمعها وبتتردد بشكل مش طبيعي. طبعا الجملة دي غلط تماما من أولها لآخرها. يعني نجاح الراجل لأسرته، لبيته وأهله وولاده، إنما نجاح المرأة لنفسها وطموحها. أدي كده أول حاجة. الراجل خايف من المرأة الناجحة؟ لا خالص. المرأة الناجحة قوي بالنسبة للرجل غير مرغوب فيها، مش خايف منها. في فرق كبير ما بين الجملتين دول. انتي ايه الإضافة اللي هتضيفيها لي؟ يعني الزواج شراكة اجتماعية أو شراكة، ايه اللي هتقدميه لي؟ انتي مش موجودة طول النهار، هتقدمي لي ايه كزوجة؟ فين السكن اللي أنا برجع له بعد ما بخلص شغل وتعبان؟ طب بالنسبة للأولاد مين اللي هيربيهم؟ الناني ولا المربية ولا الخدامة؟ مين اللي هيربيه؟ ولا التلفزيون ولا التابلت ولا الكمبيوتر ولا السوشيال ميديا؟ مين اللي هيربي الواد الصغير ده؟ الراجل بيشتغل عشان يصرف على بيته وأولاده. الست بتشتغل عشان تعرف تستقل ماديا وتعرف تخلع من الراجل وعيلته لما تكون عايزة. وخد بالك، الست عشان توصل لمرحلة النجاح الجامد قوي ده، ما بنتكلمش مثلا على مدرسة ولا دكتورة في عيادة ولا لا، بتكلم على الستات الناجحين جدا، اللي هو مثلا أصحاب الشركات والمصانع والكلام ده كله. عشان توصل للمرحلة اللي هي فيها دي لازم تكون اكتسبت صفات ذكورية. واخد بالك؟ العند، المثابرة، الشغل لفترات طويلة جدا، الطموح اللي بلا حدود، القوة. والصفات دي انا كراجل ارفض ارتبط براجل زيي بصراحة. ايه اللي هتقدميه ليا كزوج؟ الزواج شراكة. طب الشريك بتاعي ده اللي مش موجود طول النهار وبيحقق طموحه وذاته ده، ايه لازمته في حياتي؟ ارجع البيت بس الهانم موجودة في المصنع ولا في الشركة لغاية الفجر عشان بتحقق طموحها وذاتها. كام واحدة ناجحة اجتماعيا وماديا قبلت براجل أقل منها؟ مفيش، صح؟ ده أنا دكتورة أقبل بواحد معاه مؤهل متوسط؟ ده أنا مهندسة وصاحبة شركات أقبل بحتة موظف حكومي مثلا ولا موظف بسيط؟ ما بتقبلوش. طب الراجل العكس، الدكتور، المهندس، رائد الفضاء، يا ستي ممكن يتجوز أي حد. طب الراجل لما بيرتبط بحد أنجح منه أو حد أعلى منه اجتماعيا أو ماديا، أول حاجة الستات بتقولها إيه؟ ده طمعان في فلوسها، ده ضحك عليها، ده عايش على عرقها. ما هو ده الستات اللي بتقوله. يبقى احنا اللي رافضين نرتبط بحد أعلى مننا ولا أنتوا اللي رافضين؟ مين اللي رافض يا جماعة؟ مين اللي خايف؟ والله العظيم أنا بشتغل في الجامعة عندي، أقسم بالله كمية دكاترة مش متجوزين كتير جدا. ليه؟ تقول لك لا وانا هقبل اللي تقدم لي ده بكالوريوس تجاره، ده ليسانس حقوق، ده كذا. دايما بيبصوا للي شهادته اقل انه لا يصلح كزوج. يا فرحتي لما تتجوزي استاذ دكتور مثلا ويديكي بالجزمه، ولا يبقى زوج سيء، ولا يخونك مع اي حد، يبقى ايه لازمتها يعني؟ ايه مقاييس النجاح كزوج بالنسبه ليكوا يعني؟ الراجل فعلا بيخاف من السيده الناجحه، بيخاف انها تاثر في حقه كزوجه، بيخاف انها تاثر في حق اولاده كأم. فعلا في الحاله دي الراجل بيخاف بجد. ولما يكون عندك 50-60 سنة وتخشي على شقة فاضية، لا زوج ولا أولاد، وهيبقى عندك قطة أو كلب بقى، ساعتها تعرفي إن أنت اخترتي غلط، وإن اختياراتك في الحياة والأولويات في حياتك كانت غلط. لا، وكله يفتخر أصل أنا ناجحة قوي، أصل أنا ناجحة قوي في شغلي فالرجالة خايفين يقربوا مني. لا، هم الرجالة مش عايزين يقربوا منك. في فرق كبير. الراجل اللي بجد لو زوجته بتشتغل وظيفة مش مأثرة على بيته أو أولاده هيفرح بنجاحها، هيفرح جدا عادي جدا. بس لما النجاح ده يأثر عليه كزوج أو يأثر على أولاده، لا،
هنا في مشكله. في محاوله كده برضو الفيمينست والسترونج اندبندنت بيحاولوا يعملوها، يقولك اصل احنا في المجتمع العربي، المجتمعات العربيه بتخاف من نجاح المراه، وان الدين قهر المراه والكلام ده كله. على فكره بقى، يعني السيدة خديجة بنت خويلد كان لها مالا تستأجر من يتاجر لها فيه، واتجوزت سيدنا محمد أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. يبقى الدين والإسلام بريء تماما من الحتة بتاعت الراجل بيخاف من المرأة القوية والكلام ده كله، يعني صح ولا إيه؟ يعني في برضو حاجة تانية برضو أنا مستغربها، فكرة طول الوقت أنا قوية، أنت سترونج، أنت قوية، أي حاجة بيعملوها أكنها ما فيش حد عملها قبل كده. ما حدش بيقول الكلام ده. يعني رجال الاعمال الناجحين جدا جدا ما حدش فيهم بيطلع يقول لك انا جامد، انا مقطع على السمكه وديلها والكلام ده كله، ما عندوش وقت، ما بيتكلمش. القوي دايما ما بيقولش ان هو قوي طول الوقت. صح يا سترونج اندبندنت يا وومن يا جامده؟ مش عارف اقول لك ايه يعني. وانت يا حبيبي يا طيب يا جميل، اوعى تخاف يا حبيبي يا جميل وخليك راجل.